بدون زبدة وبدون لبن وبدون بيض هتعملي الكرواسون في البيت. ينفع للفطار جنب كوباية شاي بلبن، ينفع لللانش بوكس بما اننا داخلين على المدارس. لايك وشير وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة عندي معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، 4 معالق كبار من السكر، هننزل بمعلقة على الخميرة واركن التلاتة على جنب. عندي هنا 4 كوبايات من الدقيق، هنزل بمعلقتين كبار على الخميرة والسكر وابدأ اقلبهم مع بعض. عندي هنا نص كوباية من المية الدافية بنزل بيها وببدأ اقلبها كويس قوي مع الدقيق والخميرة والسكر. بعد ما بيدوبوا او بيتقلبوا كويس قوي بغطي عليهم بطبق واركن الخميرة معايا على جنب لحد لما تتفاعل. ال4 كوبايات اللي احنا اخدنا منهم معلقتين كبار على الخميرة، هنزل عليهم بنص معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكيك شيف او البيكنج باودر. بقلبهم مع الدقيق والخميرة. هنا كانت معانا اتفعلت، شايفين الجمال. دلوقتي هبدأ انزل عليها باقي السكر اللي هم 3 معالق كبار، يبقى ال4 كوبايات دي نزلنا عليهم ب4 معالق كبار من السكر. بدوب السكر كويس قوي وبعد كده بننزل طبعا بالخميرة بتاعتنا على الدقيق. عندي ربع كوباية من الزيت، معلقة كبيرة من الخل، عندي كوباية من المية الدافية، هنزل بال3/4 واركن الربع على جنب. بسمي بسم الله وببدأ اعجن العجينة بتاعتنا. طبعا العجينة اخدت معايا اتبقى من كوباية المية حوالي 3 أو 4 معالق كبار من المية. اهم حاجة تعجني العجينة بتاعتك كويس قوي لحد لما تديك عجينة طرية بملمس ناعم. بعد كده بنزل رش الدقيق وبلم العجينة على بعضيها في طبق تاني، بنزل برش الدقيق وانزل بالعجينة وارش عليها رش الدقيق، بغطيها بكيس بلاستيك، بلفها بقماشة، بسيبها معايا لحد لما تتخمر. هنا كانت اتخمرت واتضاعف حجمها. على الرخامة برش رش الدقيق وبدر ايدي بالدقيق وابدأ الم العجينة على بعضيها. شايفين الجمال. طبعا انا هقطعها ل7 كور، انت ممكن تقطعيها ل6 ل5 على حسب ما انت حابة. شايفين الجمال. بعد ما قطعتها بالطريقة دي برجع اقطع اللي بعديها. اهم حاجة ان ال7 كور يكون حجمهم متساوي، يعني كل كورة قد التانية. بغطي عليهم لمدة 5 دقايق بكيس بلاستيك، وباجي هنا في الصينية اللي هنبدأ نسوي فيها الكرواسون بتاعنا بدهنها دهنة زيت كويسة. بالنسبة للتوريق انا عندي هنا سمنة عادية خالص، اهم حاجة السمنة بتاعتك تكون متماسكة بالطريقة دي. حابة تفردي بزبدة برضو عادي او تورقي بزبدة. ببدأ اخد اول كورة قطعتها، شايفين رش الدقيق على الرخامة وبنزل بالكورة وببدأ افردها بالطريقة دي. وبعد كده باجي ابدأ افردها طولي وعرضي. طبعا السمك بتاعنا وسط، ولا هي سميكة اوي ولا هي رقيقة اوي العجينة. ببدأ احطها كده وباجي بالسمنة بالفرشة او بالمعلقة تبدأي تدهنيها كده. اهم حاجة توزعي كويس السمنة. وبعد كده باخدها وابدأ اركنها على جنب، واجيب الكورة اللي بعديها بنفس الطريقة رش الدقيق وبفرد العجينة بتاعتنا بنفس الحجم بتاع الكورة الاولانية، وببدأ احط عليها طبعا سمنة. انا حطيتها فوق الاولانية وبجيب التالتة بنفس الطريقة. شايفين الجمال. زي ما قلت لكم اهم حاجة يكون السمك بتاعهم متساوي. بكمل بنفس الطريقة لحد لما بخلص الكور اللي معايا. طبعا اخر كورة بكبرها في الحجم عن الباقيين عشان بنبدأ نغطي بيها باقي الكور. ببدأ على الرخامة رش الدقيق كده في نص الرخامة، وابدأ اخد الكور او الطبقات العجين بتاعتنا واحطها ورش عليها رش الدقيق. بغطيها بكيس بلاستيك 5 دقايق وبعد كده بنبدأ نفردها. تكون العجينة ريحت معايا. بعد كده ببدأ افردها زي ما انتوا شايفين. وبعد ما بفردها نص فردة ببدأ اشيلها من على الرخامة وابدأ رش الدقيق على الرخامة وابدأ اقلبها على الوش التاني. يعني
اللي كان من فوق بنخليه من تحت، واللي من تحت بنخليه من فوق، بحيث ان الطبقات دي تبدأ تتدارى جوه لفة الكرواسون. رشيت عليها رشة دقيق وهبدأ افردها كده على شكل دايرة. ببدأ اخد كده من نص لبره لحد لما افردها بسمك متساوي. هو ده السمك اللي احنا محتاجينه. دلوقتي طبعا لو انت حابة تحشيها ممكن تدهنيها دهنة سمنة هنا وترش عليها سكر وقرفة، بيبقى طعمها حلو قوي. مش حابة تحشيها بتبدأي تقطعيها بالطريقة دي، الدايرة على نصين، وبعد كده بتقطعي كل نص على 2، فبيديكي 4 مثلثات، وكل مثلث انا قطعته على 3 زي ما حابة حجم الكرواسون او المثلث كبير او صغير بتكبريه. كل مثلث بعمله فتحة كده في النص، وببدأ اخده كده واسحب الطرفين لبره وابدأ الفه لحد النهاية. اهم حاجة الطرف ده تخليه من تحت عشان يبقى قفلة الكرواسون معاكي. حابة تحشيه شوكولاتة بيضة او حابة لو شوكولاتة بتبدأي تحطيها وتلفي بنفس الطريقة. حابة تعمليه حادق بالجبنة، قللي نسبة السكر في العجينة، خليها معلقة واحدة في العجينة واحشيها جبنة عادي. بس كده لفتهم بنفس الطريقة اللي انتوا شفتوها دي، وسبت بين كل واحدة والتانية مسافة عشان لسه يتخمروا ولسه يدخلوا الفرن كمان. بغطي عليهم كده بفوطة او قماشة واسيبهم 10 دقايق او ربع ساعة يتضاعف حجمهم بالطريقة دي. بعد ما تضاعف حجمهم ببدأ ادهن الوش بلبن، ممكن تدهنيه بمية ممكن بيض زي ما انت حابة. اهم حاجة الفرن عندي شغال على اعلى درجة حرارة سخن جدا، مشغلاه بقاله اكتر من 10 دقايق. دلوقتي هدخل الصينية على الرف الوسطاني، النار من تحت وسط ومن فوق هادية جدا، بسيبها لحد لما بتاخد اللون من فوق ومن تحت وتطلع معايا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. اخدت معايا بالظبط 10 دقايق تسوية. اول ما بتطلع من الفرن بغطي عليها بفوطة وبسيبها طبعا حوالي 10 دقايق، وبعد كده بشيلها من الصينية. شايفين التوريق وشايفين الجمال. طبعا انا هنا حبيت ارش عليها سكر بودر، ممكن برضو تدهني الوش بتاعها شوكولاتة، تسيحي شوكولاتة على حمام مائي وتنزلي على الشوكولاتة اللي انت مسيحاها معلقة زيت، وتبدأي كده تزيني الوش بتاع الكرواسون. لو انت حابة تاكليها زي ما هي كده برضو طعمها حلو قوي، والعجينة معايا مسكرة. شايفين التوريق رهيبة يا جماعة. اتمنى بجد فيديو النهاردة يكون عجبكم، وجربوا الوصفة وتقولولي على رأيكم فيها. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، واستنوني في وصفات جاية كتير بإذن الله. اشوفكم على خير في وصفة جديدة.